السلام عليكم قناة لي ديليز دو مامو. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين. وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو كوكا بزبدة التوريق. راح تجي رائعة البنات. مقادير كما راكم تشوفوا جد بسيطة وتوجد في وقفة وتجي هكذا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتتبعوني وتتبعوا لا فيديو للاخر. المقادير البنات، عندي 3 كيسان ونص فارينة. انا وزنت بهاد الكاس اللي فيه 220 مليلتر. عندي مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع السكر، حبه تاع البيض، 250 غرام زبده التوريق، ونسحقوا نص كاس تاع الماء بارد كما راكم تشوفوا. انا جبته من كونجيلاتور. 3 كيسان ونص فارينه، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع الملح، و250 زبده التوريق. راح نخلطها هكذا في الفارينه باش تعاوني كي نربيها. نستعينوا بالفارينه باش تجينا سهله كي نعودوا نربيو. صدقوني غير كوكا رائعه نفرحوا بها ولادنا. فوالا، بعد ما ربينا زبدة التوريق نخلطو بأطراف الأصابع باش تندمج الزبدة مع الفرينة. هنايا نص كاس تاع الماء كما قلت لكم بارد من كونجيلاتور. بسم الله، نكسروا لها الحبه تاع البيض لداخل. نخلطوها مليح. نديروه نخلطو المزيج تاعنا باطراف الاصابع البنات. العجينه بعد ما خلطنا لها نص كاس تاع الماء بارد بحبه تاع البيض، فوالا نزيدو نجيبو كاس واحد اخر تاع الماء بارد تاني. هكذا نبداو بسم الله نخلطو في العجينه. ما لازمش تجينا طريه بزاف، لازم تحصلوا على عجين يابس شويه. تشوفوا معايا كيفاش يجي القوام. القوام اللي تحصلنا عليه البنات، فوالا تجي العجينه متماسكه يابسه ماشي طريه. دوكا هكذا حنقطعها الى 10 كور صغيره. فوالا البنات، الكرات بعد ما حليتهم عاود تروحي بالفارينه بيان سور. تجينا هكذا رائعه البنات. ما بين طبقه وطبقه ما نحطوش الفارينه، ولا حليتيها بالفارينه ولا بنشا حطيها ديريكتومون هكذا. كما قلت لكم العجينه قسمتها الى 10 كور. فوالا هاي الطبقه الاولى تاع السنيوه، 5 طبقات. والطبقه الثانيه هاي ليك، انا ما درتش الفارينه بيناتهم. دوكا نحلوها على حسب السنيوه. نحل الطبقه الاولى ونرجع لكم. هاي العجينه البنات
نديروها مرقيقة مخشينة بزاف باش يبان تورق معنا، ودرتها على حساب سنيوره مستطيل. والحشو بسيط. البصل ربيته في الروبو، طماطم مغروف كبيره تاع طماطم مصبره، طيبتها خليت لاصوص حتى نشفت باش ما تطلقش الماء ديالها. ودركا نجيب العجينه الثانيه ونحطها من الفوق. هاي لك البنات، بعد ما سقمتها في الاطراف نحيت لها كاع الزوائد. نجيبو موس ونعينو الوسط، نبداو نقطعو في الكوكا تاعنا. فوالا، ندهنوها بصفر بيضاء، نديرو لها الزيتون وندخلوها طيب. انا راني شعلت الفرن مسبقا على 180 درجه ونرجع لكم. هاي لك البنات بعد ما طابت بيتزا كوفير تاعنا جات هايله. دوك نقطعها ونوريها لكم في طبق التقديم. كوكا تاعنا البنات جات رائعه مقرمشه. شوفوا الفيطاج كيفاش جا. ان شاء الله تجربوها البنات وتعجبكم الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله.